السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل فيه ايس كريم، الايس كريم المشهور اللي كلنا بنحبه بطريقه سهله وبسيطه جدا. وهقولك على كل المقادير بالكوبايه وبالجرام، وكمان بسيبها لك مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وكمان هقولك لو مش عندك اي قوالب للايس كريم تعملي ايه. وكمان هقولك على ايس كريم الفاكهة اللي كنا عملناه السنة اللي فاتت بنفس الطريقة بس باختلاف حاجات بسيطة. هسيبلك طريقته في اخر الفيديو. شايفين الايس كريم ناعم وكريمي وجميل ازاي معانا؟ ما شاء الله. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة كده وبتكات هتعجبك جدا. بس ياريت نتابع الفيديو للنهاية، لان انتوا طبعا عارفين ان احنا طول الفيديو بنتكلم على نقط وتفاصيل بسيطة هتفرق معاكي جدا في الوصفة، علشان تطلعي ايس كريم كده زي الجاهز واحلى كمان. حاجة كده فاخر من الاخر. اتحداكي لو جربت الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها، واتحداكي مش هتشتري ايس كريم من بره تاني. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معايا هنا نص كيلو من اللبن الحليب يكون كامل الدسم. هنغليه كده ونركنه في التلاجة لحد ما يعمل وش، وبعد كده هناخده بوشه زي ما هو. هنضيف عليه معلقتين كبار من النشا حوالي كده 35 جرام. ضفت كمان معلقه كبيره من اللبن البودره وممكن تستغني عنها حوالي كده 15 جرام. ضفت كمان معلقه كبيره من السكر. النص كيلو لبن هيعمل معاكي كوبايتين ونص من مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت. بدوبهم كده مع بعض على البارد، وبعد كده برفعهم على النار على نار متوسطة كده مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يربط معانا كده والقوام بتاعه يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبه يغلي كده غلوتين علشان النشا تستوي معانا. بعد كده بفضيه في اي طبق عندي واسيبه لما يهدى دقيقتين كده، وبعد كده بنغطي الوش بتاعه بكيس كده علشان ما يعملش قشرة على الوش. وبعد كده ندخله التلاجة حوالي نص ساعة لحد ما يبرد ويهدى تماما، او ممكن تسيبيه على المطبخ كده عادي. بعد كده تعالوا نحضر الكريمة بتاعتنا. انا معايا هنا كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الخام اللي بدون سكر حوالي كده 100 جرام. ضفت معاهم ربع كوبايه من الكريم باستري اللي هو زي الكريم شانتيه كده بس بيدي طعم غني كده وطعم جميل للايس كريم. لو مش متوفر او مش عارفه تجيبيه خلاص ممكن تشيليه خالص، مفيش اي مشكله، بس هو موجود في اي محل بيع خامات الحلويات. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. انا جبت معايا كوبايه من الميه الساقعه كان فيها قطع تلج زي ما شفتوها كده. ضفتها الاول وبعد كده بضيف حوالي نص كوبايه من الميه كمان، او 3/4 كوبايه على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعك، لان اوقات الكريم شانتيه هياخد منك كوبايه الميه بس، واوقات بيكون نوعه كويس ممكن ياخد معاكي ازيد من كوبايه الميه. فانا هنا حطيت حوالي كمان 3/4 كوباية، يعني عمل معايا كوباية و3/4 كوباية على حسب نوع الكريم شانتيه بتاعك زي ما قلتلك. كده ضربت الكريم شانتيه بتاعي بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف الخليط اللي احنا جهزناه في الاول كان برد تماما. شايفين خليط النشا او المهلبية ده بيدي طعم جميل جدا للايس كريم. طبعا لو انتي عايزة تعملي الايس كريم بالمية وفي الخلاط كمان مش عايزة تاخدي الخطوات دي كلها، كنا عملناه برضو على القناة في فيديو قبل كده لوحده منفصل. الفيديو هيعجبك جدا، الطريقتين ممتازين، اي طريقة فيهم تريحك اعمليها. بس طبعا الايس كريم ولادنا بيحبوه، فاحنا عايزين نعمل حاجة كده تكون مغذية ليهم وفي نفس الوقت بيكونوا بيحبوها. فانا حبيت ان انا اعمله باللبن المرة دي. كمان هنا انا ضفت بقى الكريمة على الخليط بتاع النشا، وحبيت بقى ازود السكر بتاعي. مش هزود سكر تاني، بزود معلقتين كبار من عسل النحل. لو مش موجود ممكن تستخدمي عسل جلوكوز، لو مش موجود ممكن تستخدمي سكر بودرة اللي متوفر عندك. بس العسل وعسل الجلوكوز بيدي مطة كده للايس كريم بيكون زي الجاهز بالظبط. هوريكم القوام بتاعه دلوقتي. بعد كده بضرب بالمضرب الكهربي تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضربهم حوالي 3 دقايق 4 دقايق كده لحد ما يكون القوام بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام كريمي وناعم ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. طبعا لو مش عندك مضرب كهربي ممكن تعملي الخطوات دي في الخلاط، بس هتضربي الكريم شانتيه مع المية الاول وبعد كده هتضيفي عليها خليط النشا اللي احنا ضفناه. بعد كده انا غطيت الخليط ودخلته الفريزر حوالي كده ساعة او ساعة ونص على حسب الوقت معاكي. المهم ما يكونش جامد قوي منك، يعني يكون في قطع تلج بسيطة صغيرة كده. بعد كده هرجع اضربه تاني. الخطوة دي جميلة جدا ومميزة جدا، بتدي قوام كريمي ولمعة كده للايس كريم خطيرة. شايفين القوام عامل ازاي واللون اختلف عن اللون الاول؟ هنا اللون بقى فيه لمعة كده جميلة جدا.
وكمان الخطوة دي بتزود معاكي المطة بتاعة الايس كريم كده اللي بتكون في الايس كريم الجاهز. شايفين؟ هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. هجيبه لكم كمان من قريب علشان تشوفوا الخليط بالظبط عامل ازاي. شايفين؟ شايفين القوام عامل ازاي واللمعة اللي في الخليط؟ ما شاء الله جميل جدا وطعمه خطير. اتحداكي لو جربت الطريقة دي عمرك ما هتشتريه تاني من بره. تعالوا بقى نصب الخليط بتاعنا في قلب القوالب. انا بصراحة ما عنديش غير القوالب دي، وكنا عملنا فيها السنة اللي فاتت الايس كريم اللي عملناه بالمية وفي الخلاط كان جميل جدا. لو عندك اي قوالب تانية استخدميها، ما عندكيش قوالب خالص هقولك برضو تعملي ايه دلوقتي. تعالوا نشوف هنا الاول انا بعمل ايه. انا هنا عايزة املي حوالي كده نص القالب علشان نعمل جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. شايفين القوام بتاعنا عامل ازاي؟ بعد ما نحط كده الخليط في القوالب نحاول كده نخبط القالب كويس جدا علشان لو في اي فراغات هوا في قلب القوالب من جوه تخرج من الخليط، ويكون الخليط كله متماسك كده مع بعضه عشان لما يجمد بعد كده ونيجي نطلعه من الفريزر يكون القطع كلها متماسكة. وعايزه اقول لكم كمان ان القوالب دي سعرها مش غالي خالص، بنجيبها من محل بيبيع ادوات منزليه، بيكون فيه 4 كده مع بعض او 6 مع بعض زي ما تحبوا، وفي اشكال تانية كتير. انا حبيت بقى كده كل القوالب اللي انا عايزاها، وبعد كده هاخد شويه كده في اي علبه او اي لانش بوكس عندك. انا صبيت كده في العلبه دي بس حسيتها كده هتكون كبيره عليهم ففضيتهم كده في العلبه دي، لان طبعا لسه هنعمل باقي الخليط بالشوكولاته. انا اخدت شويه كده عشان اوريكي، لو مش عندك القوالب دي ممكن تحطيهم في العلبة بالشكل ده. انا هنا كمان حبيت اديله طعم كده مختلف او طعم جديد. جبت معايا باكو بسكوت سادة وكسرته كده او فرفته كده هو في قلب الكيس زي ما هو، ضفت شوية في قلب الخليط وقلبتهم بالشكل ده، واحط كمان شوية على وش العلبة بتاعتي، بيكون زي الايس كريم اللي احنا بنشتريه ومعروف جدا وطعمه جميل جدا وكان سعره رخيص ودلوقتي غلي، اللي هو اللوتس. ايس كريم اللوتس اللي بيكون لونه اصفر كده شويه بيكون طعمه جميل جدا. هغطي بقى اللانش بوكس دي وادخلها الفريزر لحد ما نكمل باقي الايس كريم بتاعنا. هنا الكميه اللي باقيه معايا هضيف عليها معلقه كبيره مليانه كده من الشوكولاته قابله الدهن، اي نوع موجود عندك. طب لو مش متوفر شوكولاته قابله الدهن ممكن تضيفي شوكولاته انت مسيحاها على بخار ميه، بس طبعا تضيفيها وهي بارده ما هياش سخنه. كمان ممكن تضيفي معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني، بس يكون نوع كويس ويكون من النوع الغامق علشان يديكي لون وطعم جميل جدا زي الشوكولاتة. زي ما عملنا الايس كريم في فيديو قبل كده كنت ضفت معلقة كبيرة من الشوكولاتة قابلة الدهن وضفت معلقة صغيرة من الكاكاو الخام الأسباني عشان بس اللون يزيد معايا شوية. انا هنا بصراحة ضفت الشوكولاتة بس لان ما كانش عندي كاكاو، فكان اللون بتاعها خفيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى القوالب تاني من الفريزر وكملت القالب كده بالشوكولاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام واللمعة اللي في الخليط؟ ما شاء الله، وطعمه خطير، طعمه جميل جدا. النص كيلو لبن هيعمل معاكي كمية كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب لو مش عندك القوالب دي تعالي بقى اقولك الاختيارات. اسهل طريقة ممكن تصب الخليط كله في اي لانش بوكس عندك كده او علبة عندك كده، وبعد ما يسقع في الفريزر تقدميه كده بمعلقة الايس كريم او اي معلقة عندك في اي بولات او اي كاسات كده للايس كريم، هيكون طعمه جميل جدا وشكله جميل جدا. او ممكن تجيبي القوالب اللي زي دي او اللي زي بتاعة الايس كريم، او ممكن تجيبي لهم البسكوتة نفسها بتاعة الايس كريم وتقدمي فيها، او تشتري العيدان الخشبية بتاعة الايس كريم من اي صيدلية او كمان من المحلات اللي بيبيعوا الادوات المنزلية وتعملي بيها الايس كريم. اي حاجة هتنفع معاكي. العيدان الخشبية هتستعمليها ازاي؟ هتحطي بقى شوية من الخليط صغيرين كده في اي كوباية صغيرة، اي كوباية قهوة صغيرة كده، وتحطي فيها الستيك دي او العصاية دي وترشقيها كده واقفة كويس جدا وتدخلي الكوباية الفريزر، هيكون معاكي زي الايس كريم الجاهز بالظبط. هنا بقى دخلته الفريزر ليلة كاملة، المهم تسيبيه براحته كده في الفريزر عشان يتماسك معاكي. شايفين؟ ما شاء الله النص كيلو لبن عامل معايا الكمية الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الجمال؟ شايفين العلبة بتاعت الايس كريم زي اللي بنشتريها جاهزة بالظبط، وعليها كده البسكوت المتفرفت كده بيكون طعمه خطير وطعمه جميل جدا.
هنا الخليط اللي هو بالشوكولاتة، بعد ما صبيته كده في العلبة جبت معلقة صغيرة من الشوكولاتة قابلة الدهن ومشيتها كده في قلب الخليط عشان يديني اللون الرخامي الجميل ده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين كمان القوالب جميلة جدا، كلها متماسكة مفيش اي فراغات، جميلة جدا. طب هنخرج القوالب دي ازاي؟ هقولك تعملي ايه دلوقتي. بنخرج القوالب من الفريزر ونسيبها على المطبخ كده حوالي دقيقتين 3. مينفعش تطلعيها على طول عشان هتلاقي الغطا ده طلع لوحده كده والايس كريم لسه في قلب القالب من جوه. وبعدين تمسكي الغطا كله من فوق كده كله على بعضه وتلفي بالشكل اللي انت شفتوه ده، شكل دائري كده علشان تخرجي القوالب بتاعتك. شايفين؟ بلف كده شوية لحد ما تفك خالص وبعدين اسحبها بالراحة، بتطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تسيبيها كده وممكن تغطيها بالشوكولاتة زي ما هنشوف دلوقتي هنغطيها بالشوكولاتة ازاي. شايفين؟ بلف كده حاجة بسيطة، لما اشوف بقى الايس كريم كله لف معايا كده جوه في قلب القالب كله متماسك كده مع بعضه، وبسحب بقى القطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، كريمي وناعم وطعمه خطير وغني كده باللبن والحليب، طعمه جميل جدا. تعالوا نشوف بقى صوص الشوكولاتة اللي هنغطي بيه الايس كريم بتاعنا. اي نوع شوكولاتة مطبخ خام ممكن تستخدميها. بصراحة دي كانت مكعبات شوكولاتة عندي كده كنت جايباها للولاد اللي هي بالحليب، طعمها جميل جدا. لو متوفرة عندك ماشي، مش متوفرة هتستخدمي حوالي 4 ل6 مكعبات من الشوكولاتة الخام بتاعة المطبخ اللي هي بتكون ماركة دريم او سما، اي حاجة موجودة عندك. وبسيحها كده على بخار مية، بحطها في الطبق على كسرولة فيها شوية من المية، اهم حاجة المية ما توصلش للطبق، على نار متوسطة، مع ان انا واقفة جنبها كده بقلب فيها شوية هتلاقيها فكت معاكي وساحت بالشكل ده. بضيف لها حوالي بقى 3 معالق او 4 معالق من الزيت على حسب كمية الشوكولاتة اللي انت عاملاها. بعد ما بتسيح معايا وتبرد تماما بضيف لها بقى حوالي كده معلقتين كبار من السوداني المجروش او اي مكسرات عندك. انا هنا بعد ما ضفت السوداني حسيت ان الشوكولاته تقيله كده شويه، ضفت لها كمان شويه من الزيت. بقى الخليط معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يكون الخليط مش تقيل كده علشان لما تيجي تحطي الايس كريم يمسك عليه طبقه خفيفه من الشوكولاته وفي نفس الوقت الايس كريم بتاعك ما يتكسرش منك. بعد كده بنحط الايس كريم في قلب الشوكولاته ونطلعها على طول، بتلاقي الشوكولاته جمدت ونشفت على الايس كريم على طول، لان الايس كريم ساقع فالشوكولاته بتسقع على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بوقفها بقى في اي طبق كده او اي كوباية وبدخلها برضو الفريزر علشان تتماسك معايا، او بقى لو هتقدميها كده على طول. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، بقى كده زي الايس كريم الجاهز اللي هو مكسر الدنيا اليومين دول، اللي هو فرايدي تقريبا حاجة كده طعمه خطير جميل جدا. لو عندك بقى بسكوتة كمان بتاعة الايس كريم ممكن تعملي فيها الشوكولاتة كده وتقدمي فيها الايس كريم، هيكون برضو شكله جميل جدا وطعمه جميل جدا. فرايداي فرايداي يعني حاجة كده فاخر من الاخر. لو عندنا بقى البسكوتة بتاعة الايس كريم كان هيبقى شكل وطعم بالظبط، بس انا بصراحة بحب اعمل في القوالب دي، هي متوفرة عندي واوقات ما بلاقيش البسكوتة بتاعة الايس كريم دي على طول بسهولة. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، زي الجاهز واحلى كمان، حاجة كده مضمونة وفي البيت وانتي واثقة من كل حاجة انتي حطتيها. زي ما قلتلك المقادير اللي انا استخدمتها ممكن تضعفيها وتعملي كمية اكبر من كده زي ما عملنا في فيديو السنة اللي فاتت. كمان ممكن تعمليها بالفواكه زي ما هسيب لكم الخطوات في اخر الفيديو. ما تنسوش انا سايبالكم طريقة الفواكه في اخر الفيديو. انا هنا حبيت ان انا اعمله كده حاجة بسيطة اللي هي الشوكولاتة والفانيليا، بس برضو بطعم مختلف علشان لو حابة تعملي بالطعم ده. لكن لو انتي حابة تعملي بالفواكه وتكون حاجة كمان اصح وافيد للولاد سايبالكم الطريقة في اخر الفيديو. هنا انا طلعت كمان اللي في العلبة، بتطلع بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بتقدميها في اي كاسات عندك، اي اطباق عندك، مع اضافة اي صوصات كده موجودة عندك بتكون بالجمال ده زي الجاهزة واحلى كمان. البولة دي بتتباع بره بمبلغ وقدره، احنا عملناه في البيت وحاجة مضمونة ونظيفة ومن تحت ايدينا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما شاء الله حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين الجمال؟ شايفين قطع البسكوت في قلب الايس كريم من جوه وطعمها وقرمشتها كده مع الايس كريم وانت بتاكليها جميلة جدا. سامحوني لو كنت بتكلم كتير او الفيديو طول مني،
بس حبيت اشرح كل التفاصيل واوريكم كل حاجة علشان تعملي ايس كريم جاهز زي بره واحلى كمان. طبعا احنا لما بنعمل حاجة في البيت بيكون هدفنا انها تطلع بنتيجة احسن وكمان حاجة مضمونة في البيت. فانا حابة اقول لكم كل التفاصيل علشان الوصفة تنجح معاكي من اول مرة. تعالوا بقى نشوف ايس كريم الفاكهة في السريع كده. طبعا الفيديو ده احنا عملناه السنة اللي فاتت، بس حبيت اضيفه مع الفيديو ده عشان لو حابة تعملي بالفاكهة ما تدوريش على الفيديو وتدوخ كتير. انا هنا معايا فراولة مفرزاها، طلعتها من الفريزر كده، سبتها حوالي ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده ضربتها في الخلاط او في الهاند بلندر بدون اضافة اي سوائل، مش بحط مية خالص. وبعد كده باخد من الخليط اللي احنا حضرناه مع بعض في اول الفيديو اللي هو الكريمة والنشا واللبن، وباخد شوية من الفاكهة اللي انا ضرباها، وبحط بقى الخليط مع الفاكهة بالشكل ده، وبضيف برضو معلقة كبيرة من العسل او على حسب الحاجة، وبضربهم شوية بالمضرب الكهربي، وبعد كده بفضيها كده في العلبة بالشكل ده وادخلها الفريزر. برضو هنا المانجا انا ضربتها من غير اضافة اي سوائل خالص، بس المانجا بنصفيها عشان بيكون فيها زي شعيرات خفيفة كده، يكون الايس كريم بتاعنا ناعم معانا ومفيهوش اي شوائب. هنا بقى اللي كنا عملناه بالشوكولاتة، ضفت شوية من الشوكولاتة قابلة الدهن ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام الاسباني، شايفين لونه كان عامل ازاي. وسبت شوية في الاخر عملت منهم بسكوت الفانيليا، ضفت كيس من الفانيليا ومعلقة كبيرة من العسل، وضفت حوالي كده 3 بواكي من بسكوت الاوريو. وما تركزوش كتير وتقولوا له مقاطعة، لان لسه قايله لكم ان الفيديو ده من السنة اللي فاتت كان قبل المقاطعة. كسرت البسكوت وحطيته مع الخليط وضربته كويس جدا بالمضرب، وفضيت الخليط في قلب العلبة وكسرت شوية من البسكوت المقاطعة معلش، وبعد كده دخلته الفريزر لحد ما تماسك معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبه ليلة كاملة لحد ما يكون معايا بالقوام ده. اول ما بيخرج من الفريزر بيكون متماسك جامد، فاسيبيه شوية كده على الرخامة، وبعد كده قدميه بالشكل الجميل ده. شايفين الفاكهة عاملة ازاي في قلب الايس كريم؟ جميلة جدا. ممكن بقى تقدمي الايس كريم في اي بولات كده او اي كاسات ازاز عندك او اي حاجة، او ممكن تجيبوا لهم بسكوتة الايس كريم دي اللي انا بقول لكم عليها، كانت الحمد لله السنة اللي فاتت متوفرة عندنا. شايفين الجمال ما شاء الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وسامحوني على اطالة الفيديو وعلى الكلام الكتير، بس حبيت ان انا اوضح التفاصيل كلها زي ما قلت لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.